لك هلا والله بالزلم، رجعنا لكم فيديو حلو لخفيف لطيف. ان شاء الله يعجبكم، ولا تنسوا الصلاة على النبي وتحطوا لايك وتشتركوا في القناة. وليتس جو، خليكم مع المقطع. لك ايه يا زلم، اليوم مقطعنا تفتيح باكجات اسطوري. طبعا لا تؤاخذونا على الصوت، يعني مرضان شوي. طيب، اليوم بدنا نطالع اللاعب 110 هذا. ويمكن يطلع يعني فوق 110 112 114، لا ما أظن 114، أعلى شي 112. ومعنا 1936 عملة مثل ما شايفين يعني، وبيطلعوا تقريبا 48 فتحة، يعني رقم أسطوري. وإن شاء الله راح نطالعه، وراح نفتح نعمل مقايضة كمان. يطلعنا من غير 110 يطلعنا لاعبين في المقايضة أسطوريين، ممكن 104 ممكن 106 هيك يعني، نحن وحظنا. فخليكم مع المقطع يا شباب لنشوف ايش راح يصير بتفتيح الباكجات، ومين راح يطلع لنا لاعب 110 وفوق. فأنا يعني إن شاء الله يطلع لنا ميسي أو مبابي أو بنزيما. اللي أنا بحتاجه هو ميسي او مبابي. هلا مكان مبابي انا عندي ماني سريع شوي، ومحتاج حارس كمان ولاعبين وسط. عديت لكم التشكيلة كلها، بس اكتر شي يعني بحتاجه اللي هو الوسط او حارس. فيا حارس يا وسط يا مبابي يا ميسي، وحدة من هدول الأربعة. عديت لكم التشكيلة كلها، فيلا خلينا نبلش. أول شي فتحنا 10. شوفوا يعني أعلى شي هون بيطلع 3 لاعبين 100، أعلى شي من 98 100. هن كم لاعب ما في غيرن، رح نضل عم نفتح عليهم. طبعا أنا هون مفكر إنه كل ما فتحت مرة رح تزيد هدول 20، ما نسيت إنه هدول بزيدوا بالمقايضة. كل يعني لما تقايد 4 لاعبين بزداد. فيلا نفتح الثانية وهي 400. ليتس جو. يعني ما اللاعبين معروفين مين هن رح يطلعوا، ما في غيرهم بالكل اللي هي. ف يلا نفتح 5 اللي هلا. كانوا في على فكرة كان في لاعبين 101 102 هيك بيطلعوا، بس هلا ما ضل. هلا ضل أعلى شي 100 اللي هو كولومانيا، ولاعبين وواحد وسط وواحد ظهير يسار. فيب يعني هون ما مهم رح يطلعنا انه كلهم نفس لاعب، بيطلعوا دائما متشابهين. يعني هدول كم لاعب ما في غيرهم دائما بيطلعوا. فيب ضللنا اخر 13 لاعب. هلا نحن 10. مين رح يطلع لنا؟ حبيبي والله ما عرفت رح يطلع لنا، بس اتس اوكي يعني. ضل معنا 16 حملة فقط، ومنروح على المقايضة. عنا تقريبا فوق 10 مقايضات، تقريبا 13 مقايضة. عنا أول لاعب معنا بنيادر عندي منه، طلع لي من قبل مقايضة كمان، هذا استوتي. ما بلعب مو أساسي، عندي خيسوس لأنه عندي كانو مارتينيز. هذا شكله لاعب أسطوري فرنسي. RM. مين ديابي؟ شباب اكتبوا لنا بالتعليقات هذا أحسن ولا ساكا؟ مشكلة ساكا مبين أحسن يعني. ساكا 105، قيمته 11.5 مليون. ساكا طبعا على فكرة أنا كان معي 2,000,000. أول ما فتحت اللعبة لقيت ساكا انباع، فصار عندي كوندي. والله أنا ظهيري وولكر. لما جيت أشتري ظهير على البث كان هذا كوندي. قالوا لي ناس تقول لي كوندي، ناس تقول لي وولكر، بالأخير اشتريت وولكر. فهلا رح نشوف مين أحسن. وولكر 102 نشوف مين أحسن بيناتهم نلعبه. تيمندي نايس، عندي منه
10 من قبل. كمان مو أساسي، أنا عندي ميليتاو وروميرو أساسيين، الاثنين أساطير، بس روميرو صراحة جدا 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 أسطوري. فيب هون ضل لي 6 فتحات من هون بيطلع لي لاعب أسطوري. جيمس عندي منه يا أخي، الحظ كمان هون مو كويس كتير. ضل لنا 8 فتحات هون وهون 5 فتحات. فليتس جو. مين رح يطلع لنا؟ ان شاء الله شي اسطوري. فريمينغ هذا عندي منه طلع لي قبل. عندي وولكر وعندي هلا صار كوندي كمان مكان، فما بحتاج ابدا حتى لو سريع. هو صح بنفس مستوى كوندي، بس كوندي طبعا احسن. هو وولكر 2 اساطير. ليتس جو ان شاء الله شيء اسطوري. سأقول عندي منه كان حسأقول كان قيمته 11 مليون، بس انا ما اظن عندي كان الحدث، فما بعرف. شباب هاي بحظ. كل مين صلى على النبي حط لايك واشترك بالقناة. ليتس جو يا رب شي حلو، يا رب وسط جماعة. طيب اوكي، انا يعني بحتاج وسط لنشوف. ممكن لعيب، بس انا بحتاجه سي ام، ما بحتاج سي ام، بس اوكي ممكن يكون لعيب يعني. خلينا نشوف. هاي بحظ. كل مين نعلق على الفيديو على بيجر طبعا. او تراب طبعا. انا حارسي اسمه في جيمينو هيك شي. لا ماجنان قوته 106. فكان عندي مندي اشتريته شري مندي 102، هذا 106 اجاني بالحدث كمان. يلا يا رب يا رب يا رب شي اسطوري. ما المفروض انه شي هاي 10 شي يطلع لي اسطوري. ال10 يعني هيك بتسكر المقايضة. والله كنت متوقع انه يطلع لي على 10 شي اسطوري، ما كنت عارفان انه رح تسكر المقايضة. ولسه نحن ضايلنا 3 معنا 2 راحت علينا لبكرة او لبعد كم ساعة. اجباري رح نستنى، او لا 7 ساعات. اجباري رح نستنى 7 ساعات يا شباب. خلص بنعمل لكم التفتيح المقطع الجاي ان شاء الله، الجزء الثاني. اوكي راح يكون في جزء ثاني نفتح اللاعب 110 مثل ما شايفين. كان بودي انه نفتح اللاعب 110 قدامكم فيديو واحد، بس خلاص الظروف قالت لي فيديو جزء ثاني. وشباب نوصل لحد هاي اللحظة، شكرا كتير. ولا تنسى اللايك والاشتراك، واكتب لنا تعليق حلو، واكتب لنا افكار نسويها. ولا تنسى تابعنا على التيك توك، عم نطلع بصوص جدا اسطورية. فتشاو يا شباب.